السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنبدأ في واحدة من أهم الحاجات اللي في أي لغة برمجة، وهي الجمل الشرطية اللي هي conditional statement. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني ببساطة لو في شرط معين اتحقق هنعمل حاجة معينة، ولو الشرط ده ما اتحققش هنعمل حاجة تانية. زي ما تكون كده بتكلم نفسك، لو الجو حر هشغل التكييف، مثلا لو الجو مش هيكون حر هفتح الشباك. تعال نبص الشكل بيبتدي ازاي. تمام، الشكل العام للدالة بنكتب اف ونفتح اقواس بتاعتنا ونفتح الكيرل براكتس، وهنا بنكتب الكونديشن اللي احنا عايزينه يتنفذ. ده الشكل العام للدالة. تعال نشوف مثال. لو قلنا int score تساوي 95، وهنا هنيجي نقول له if، نفتح الأقواس بتاعتنا والكيرل براكتس، هنقول له هنا if السكور، نقول له هنا السكور بتاعنا لو يساوي 90، هنقول هنا if سكور أكبر من أو يساوي 90 اطبع لي great job. تعالوا نشوف هنا مع بعض النتيجة هتطلع ايه. طبع لي فعلا great job. ليه هنا طبع لي great job؟ لأن 90 أكبر من أو يساوي 95. طب لو كان افترضنا إن السكور هنا 80 هيطبع لنا ايه؟ ما طبع لناش حاجة. وهنا هنشوف الحالات التانية. هنا الكود بيقول لنا لو السكور بتساوي 90 أو أكبر اطبع لي ايه؟ برنت جوب. تعالوا هنا ناخد مثال تاني، هنقول بوليان مثال عشان نطبق فيه الحاجات اللي احنا خدناها الحلقات اللي فاتت. is 70 بتساوي false. طيب لو جينا هنا كتبنا if array، لو هي ran، لو الشرط اتحقق نفذ لي البرنت دوت اللي هي take umbrella. لو هي بتمطر خد الشمسية. طب غير كده no need umbrella، انت مش محتاج تاخد شمسية. تعالى كده ننفذ الكود ونشوف ايه اللي هيتم. no need umbrella، لو الشرط اتحقق الكود الاولاني هيشتغل، لو ما اتحققش الكود التاني البرنت التانية هي اللي هتطبع. يعني لو غيرنا ديت خليناها ترو، جينا عملنا هنا run and debug، بيقول لي take an umbrella. طيب ده كده الشكل اللي بيتكتب فيه if. طب لو عندي اكتر من شرط ساعتها بنستخدم حاجة اسمها if else. طيب if else دي بتتكتب ازاي؟ تعالوا نشوف هنا مع بعض. هنمسح المثال ده، هنيجي نقول له integer، نقول له الجريد بيساوي 95، هنقول له if الجريد أكبر من أو يساوي 90 يطبع لي إن هو ممتاز. عايز أكتب شرط تاني، هنا بقى بيجي دور else if، كاتبين if else هنفتح القوسين ونفتح الكيرلي براكتس. هنقول له هنا برضه لو جريد، هنقول له هنا الجريد أكبر من أو يساوي 80 قول لي إن هو كويس جدا. طب عندي شرط تالت عايز أعمله بنفس الشكل، هتبقى else لو هو أقل من 60 قول لي إن هو كويس. طيب لو ولا شرط من دول اتحقق اطبع لي إن هو راسب. طيب تعالى نفهم هنا الشكل هنا بيقول إيه. أكبر هنا شوية، هنا بنقول إن الجريد ده متغير حطينا فيه قيمة وليكن 95 زي ما احنا عاملين. طيب هنا بنقول له لو الجريد دوت أكبر من أو يساوي 90 اطبع لي إن هو ممتاز. هل الجريد أكبر من 90؟ أيوة الجريد أكبر من 90، هنا 90 وهنا 95، فهنا أكبر فعلا، فهنا نفذ لي إيه؟ إن هو ممتاز. طب هل الجريد أكبر من أو 80 اطبع لي إن هو كويس جدا. else if الجريد أكبر من أو يساوي 60 اطبع لي جيد.
تعال نشوف هنا مع بعض. طبع لي ممتاز. ليه؟ لأن الجريد أكبر من كل دول. طب لو افترضنا إن لعبنا هنا في القيمة مثلا وخليناها 60 وجينا قلنا رن، هيطبع لي جيد لأن الجريد بيساوي 60. طب لو هو أقل من ده كله، مفيش ولا شرط من دول اتحققوا، هيطبع لي راسب اللي هي القيمة اللي احنا حاطينها. الكود هنا بيشيك على شرط، أول ما يلاقي شرط اتحقق بيقف ويطبع النتيجة. طيب في شكل أنضف من الشكل ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. لو قلنا string day وليكن Monday، هنا بدل ما نستخدم if و else هنستخدم حاجة اسمها switch دي معناها ايه؟ switch اللي هو تغيير، هيبدل. نشيك على ده، هنقول له هنا case Monday، لو هو Monday يطبع لي it's Monday. switch هي نفس الفكرة بتاعت if else، بس هنا الشكل بيكون أنضف شوية. احنا عندنا هنا بنتشيك على day، لو هو day Monday بننفذ حاجة معينة. هنا بنحط القيمة بتاعتنا اللي عايزين نتشيك عليها وبنكتب حاجة اسمها case. الكيس لو هو Monday يطبع لي ده. طب لو هو مش Monday يبقى عندي كيس تانية، بس قبل ما نكتب الكيس تانية بقول له هنا خد بريك. ماشي، بعد كده اكتب الكيس التانية بتاعتي Tuesday يطبع لي ان هو Tuesday واكتب البريك بتاعنا. طب لو عندنا حاجة تانية كيس Wednesday يطبع لي ان هو ايه، يوم الاربعاء. طب لو ولا واحدة من دول اتنفذوا، راح هنعمل حاجة اللي هو الإلس الأخيرة اللي احنا كتبناها، راح هكتب هنا default وأقول له اطبع لي it's not weekend. هنا الشكل كان أفضل وأحسن شوية من شكل if else. استخدامات switch case بتكون مريحة للعين وسهلة إن هي تتقرأ. يعني زي ما احنا قلنا احنا بنسويتش على الدي، بنشوف الدي لو هو Monday نكتب case Monday ويطبع لي الكود اللي انت محتاجه. هنا لو هو Tuesday يطبع لي كذا. بس ما ننساش ان ما بين كل كيس وكيس بنكتب البريك بتاعنا اللي هو عشان يقف عند الكود دوت لو حاجة من دول اتنفذ. يعني لو جينا قلنا اطبع لي، قال لنا ايه it's Monday. ليه؟ لان فعلا الدي اللي احنا مخزنين القيمة فيه هو بيوم Monday. طب لو هو كان مثلا Tuesday وجينا قلنا له هنا run، يقول لي فعلا ان هو Tuesday. طب لو هو كان اي حاجة من غير اي حاجة مش موجودة في الحاجات اللي احنا كاتبينها هنا، هيقول لي it's not weekend. هنا ده قارن القيمة بتاعت day بكل كيس. يعني اول واحدة بتطبيقها بتنفذ الكود اللي جواها، والمهم جدا انك بتكتب بريك بعد كل كيس عشان ضغط تتوقف وتمنع تنفيذ الحالات اللي بعد كده. طيب وبكده يكون حلقتنا خلصت النهاردة، وهنكمل ان شاء الله الحلقة الجاية. لكن عايزك تتدرب نفسك كويس على الحالات بتاعت if else و switch case، وكل واحدة بيبقى ليها الكيس بتاعتها، يعني نقدر نستخدمها في حالاتها يعني الخاصة بتاعتها. عايزك تاخد أمثلة وتطبق عليها، تجرب ال if else وتجرب السويتش. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.